فعلا. بالأمل دائما بنعيش. ومن لقاء الدكتورة ياسمين علواني للقاء سخن برضو جدا. الأباطين حياتهم صعبة، والنهاردة بنتكلم عن اليوم العالمي للملاحة. صعبة واحنا على البر، فما بالكم واحنا جوه البحر. المسألة بتبقى صعيبة مش صعبة، وبتبقى حاجة كده حياة فيها طول الوقت مغامرات. بس انك تبقى قبطان، ناس كتير عندها هذا الحلم وبتحاول انها تحققه. وضيفنا كان حلمه ان يكون قبطان. وقبطان دي ناس كتير بتتخيل انها وظيفة سهلة فيها تدرج، وان انت تبقى حاكم هذه السفينة او انت المسؤول عنها من قبل ما بتطلع لغاية ما بتصل. مسؤول عنها في كل حاجة، اكل وشرب، مسألة مش سهلة خالص، ومسؤول عن من تحمله وما تحمله هذه السفينة. أهلا وسهلا بوجودك معنا. نشرف القبطان محمود عبد الفتاح. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك. نورتنا. نور ده نورك. كام سنة بحر؟ كده 15 سنة الحمد لله، خريج من 2011. البحر بيعجز؟ المسؤولية كمان والضغوط والسفر المتكرر ده هو اللي بيخلي الإنسان يعني. من سنة كام بقيت قبطان؟ لا أنا لسه ما حصلنيش نصيب يعني، بس أنا دلوقتي كبير ضباط عامة. بس عندك مسؤولية. إن شاء الله عندك المسؤولية، يعني أنت كبير ضباط على المركب، يعني المسألة بتبقى صعبة جدا، بتبقى سهلة. أول رحلة أنت أكيد بما إنك خريج الأكاديمية رحت عايدة. لا احنا كانت في فترتنا، انت حضرتك لو تفتكر انا اتخرجت في 2011. كان ايام بقى اللي هو الثوره والحاجات ديت، فكان التوقيت ده كانوا فتحوا لنا بقى الباب ان احنا نقدر نتخرج ونتدرب حاجات. فانا اتدربت على شركه يوناني يعني. دي كانت اول بدايه ليا. كان ايامها كان صعب جدا ان انت تطلع اصلا مراكب اجنبي وحاجات من دي. البدايه بقى اول ما طلعت على المركب وكان عندك مسؤوليه، قعدت قد ايه؟ وهل كنت في الفتره دي متزوج ولا لا؟ كظابط اول بدايه ليا كانت في 2016 في شركه الماني. دي طبعا كان شكل جديد عليا جدا، من مرحله الطالب للظابط المبتدئ للظابط الثالث مثلا، ان احنا بنسميها التدريج العرفي يعني في المركب. لا كانت حاجه مختلفه جدا يعني، حاجه مختلفه. المسؤوليه صعبه جدا في المراكب. كم ساعه عمل؟ احنا الروتين اللي متعارف عليه بنبقى بناخد 4 ورديات الصبح و4 ورديات بالليل. كل انسان بيتقسم كده. وفي حاجات بقى ساعات ازاي؟ قصدي سوري 4 ساعات الصبح و4 ساعات وفي فتره راحه. في فتره راحه قولي لابد منها. يعني خليني اسال حضرتك، احنا واحنا على البر وخايفين من البحر، حصل، انتوا بتعملوا ايه؟ هو الخوف بيبتدي عند البحاره، خصوصا الناس اللي بتطلع عالي بحار. احنا اكتر حاجه يعني مش بتهزنا، بس هي اللي فيها صعوبه شويه. الاعاصير والطقس السيء هو ده يمكن اللي زي ما بيقولوا بيبين بحار من البحر. عندك ثبات انفعالي قوي جدا عشان تخوض هذه التجربه يعني. بس مهما كان الاعاصير اعاصير يعني والله ما لهاش تدريج تاني. اتعرضت لحاجه زي كده كتير. احكي لي. انا دايما ببقى شغال في حته اللي هي قرب من خط الاستواء كده، فحضرتك كنت تسمع عن تسونامي. المكان ده دايما فيه اعاصير، فالحاجه ديت بتبقى صعبه جدا. ازاي؟ شعور صعب. احنا بيبقى عندنا بقى الاجراءات الملاحيه الخاصه بالموضوع. يعني بيجينا نشرات قبلها، بيبدا بقى كابتن يتعامل مع الظروف ديت. بنحضر النشرات الاخباريه. احنا دايما النشرات الارصاد الجويه هي يمكن اهم حاجه في الملاحه البحريه. دي من الاساسيات، ومن اساسيات شغل الكابتن هي النشرات الجويه. انه لو مش فاهم نشرات جويه مش هيقدر يشتغل ولا يقدر يكون كابتن. وكذلك الضباط اللي معاه لازم نبقى فاهمين ان احنا نعمل ايه في الظروف الصعبه. وكل حاله ولها بقى المكان بتاعها. الاعاصير عامه من اهم فيها حاجه اسمها الهروب. احنا لازم نهرب من الاعاصير. يا بنعمل حاجه اسمها شلترز يعني بنتجنب الموضوع ده خالص، يا بنهرب منه. وفيها بقى خطط ملاحيه بقى مع التكنولوجيا الحديثه. القرار الاول والاخير للابطال في الاعاصير دي مفيش حد، حتى لو مين بعت له هو اخر واحد لازم ياخد القرار، وهو اللي بيتحمل الحقيقه يعني. واولها فقدان الحياه يعني كتير. انا فاكر مره كنا رايحين على اليابان ومعديين يعني بالقرب من الفلبين، وكان في التوقيت ده جات لنا نشرتين 3 ان في اعاصير. فطبعا بيبقى معانا المؤجر ده هو اللي بيأجر المركب، بيحمل فيها بضاعه وحاجات من دي، فطلب مننا ان لازم نعدي. فكان معايا كابتن جريء جدا عمري ما انساه بصراحه، قال لا انا عمري ما اعدي.
مستحيل اعدي، ولازم اخد مكان لجوء، ولازم استنى لحد ما الاعاصير تبطل. وفضلنا واقفين جنب الفلبين يمكن 6 ايام مثلا او 5 ايام 5 ايام. هو طبعا حاسس ان كل يوم بيعدي ده بيعلي الريت عليه بس في التوقيت ده بقى خلاص انت معاك زي ما بيقولوا بالبلدي يعني الحجه اللي تقدر وانصاغ. ولازم يبعت ايميلات ولازم يجي له رد وحاجات من دي. وقعدنا 6 ايام بالظبط انا فاكر. فضلنا المكان ده بس بنتحرك بقى يعني كل شويه ننزل تحت كل شويه ننزل تحت، لان الاعاصير دي بتتحرك بنظام الدوران يعني ما بتثبتش في مكانك، بتفضل تتحرك لحد ما توصل لمكان. النهارده هنتكلم عن اليوم العالمي للملاحه. ايه اللي حصل في البحر؟ هل غضب البحر؟ يعني في يوم كده انا صحيت لقيت ان واحنا في شهر اغسطس جميع بحار الاسكندريه مغلقه. وده اعتقد انا في عمري الطويل اللي انا عشته في الحياه يعني كاسكندرانيه لم يحدث ان غلقت شواطئ الاسكندريه. طبعا ده بعد الحادثه الشهيره الخاصه بابو تلات وفقدان شبابنا. فصباحنا تاني يوم لقينا ان البحر كله اتقفل، جميع الشواطئ. هل سمعت عن ذلك حول العالم؟ يعني هي دول العالم بتتعرض كتير لحاجات زي كده، بس ما بيغلقوش الشواطئ. هو في التوقيتات اللي هي صعبه، اللي هي الارتفاع الموج بيبقى عالي والطقس السيء، مثلا دول زي اليابان دايما بتقفل حاجات زي كده، بتقفل نوادي. ممكن تستنى بره كتير قوي على ما تدخل، على ما يجي لك. بس احنا مش اليابان على ما احنا عشان ممكن الكلايمت تشينج الاخير اللي بيحصل ده هو اللي ادى لحاجه زي كده. ممكن يعني طول الوقت احنا عندنا نشرات بتجيلنا من عن طريق منظمات زي منظمه الارصاد الجويه والحاجات دي بتيجي على المراكب. كنت انا دايما بقرا حاجات زي كده، يعني في كلايمت تشينج حاصل دلوقتي كتير قوي يعني بيتغير، وخصوصا البحر المتوسط ده طول الوقت الناس اللي شغاله فيه والناس اللي ممكن تكون سامعاني، هي المكان الوحيد اللي ممكن الطقس فيه دايما متقلب فعلا. ما يعني ملوش بشكل ثابت، دايما فيه متغيرات، مع ان البحر ده مش محيط واحنا مش مفتوحين قوي. بس دايما المكان الضيق بيبقى فيه تيار عالي وبيبقى فيه بس احنا مش مفتوحين على محيطات جامده علشان ايوه يعني ما عندناش المشكله دي. ازاي حصل؟ هل الألسنة اللي بتتعمل والحفر اللي في البحر وكل ده أثر بشكل أو بآخر، ولا التغيرات المناخية اللي احنا بنعيشها هي اللي أثرت؟ أنا أعتقد من وجهة نظري يعني هي التغيرات المناخية. لأن دلوقتي مثلا المنظمة زي المنظمة البحرية عندنا طول الوقت شغالة على الموضوع بتاع التغيرات المناخية، لأن في كتير تهديدات وتحذيرات كتيرة جدا بتيجي في التوقيتات اللي احنا فيها دلوقتي، وخصوصا أنا لسه نازل قريب يعني، فكان دايما في حاجات كتير في البحر المتوسط، وخصوصا اخر 3 شهور دول يعني ظهرت الحالات اللي حضرتك بتحكي عنها دي. فممكن يكون حاجه زي كلايمت تشينج. احنا عمرنا ما كنا نشوف مثلا في الصيف في اوروبا طريقه درجه الحراره العاليه دي مثلا. دي كلها تغيرات جويه. لا ودرجه حراره عاليه وبعدين شتاء وتلج. يعني ده برضه ما حصلتش خالص في اسكندريه. وعندنا في مصر في اسكندريه مثلا الدنيا يعني ما شفناهاش لا خالص في الحياه خالص يعني. طيب خليني اقول لحضرتك البحر علمك ايه، والخطوط الملاحيه اللي اشتغلت فيها، وقد ايه كان له تاثير على الشخصيه وعلى البيت؟ انا اشتغلت مع ابطال تركي يمكن من اول الناس اللي اسست الحكايه دي فيا جدا. قال لي جملتين وانا يمكن بقولها للطلبه دايما على السوشيال ميديا وعلى الاماكن والناس القريبه مني. حاجتين هم بيعلمهم لك. الاول حاجه اسمها العلم والانضباط. انت دايما طول الوقت عايز تذاكر، طول الوقت عايز تحضر شهادات، طول الوقت لازم تكون، عشان المجال بتاعنا اصلا مستحدث طول الوقت يعني ما فيش حاجه بتفضل ثابته على حالها. الاجهزه متطوره، التحديثات طول الوقت، زي ما حضرتك بتقولي مثلا كلايمت تشينج ده هينزل له دورات وهينزل له حاجات تغييريه ومواد دراسيه جديده. ده رقم واحد. رقم 2 الانضباط، يعني دي اكتر حاجه احنا بنتعلمها. احنا عندنا اهم بند في البحر كله هو الانضباط. من غير الانضباط انت ما تقدرش تشتغل في البحر خالص. يعني اساس البحر عندنا هو الانضباط. بعد بيجي كده بقى حاجه الاخيره الخلق. لو انت انسان على خلق تبقى انت كده كفؤ جدا يعني. هتقدر تكمل لنفس طويل جدا في البحر، مش هتسيب البحر في فتره قليله وهتقدر تكمل. كان حلمك يا قبطان؟ ايه؟ كان حلمك؟ في البدايات لا، انا كنت داخل الكليه على اساس ان انا عايز ابقى انسان منضبط يعني. انا بحب الفكره دي قوي يعني. يعني حد من قرايبي كان يعني زارع الحكايه دي فاهم من الاول يعني. لكن بعد كده احنا اصلا لو يعني الناس متابعه كان في اكاديميات بحريه كانت اتفتحت في بورسعيد.
اللي هي راحت سنه واحده اللي او هي سنه ونص. اللي هي اسمها في منطقه كده مشهوره، شرق التفريعه في بور فؤاد، اللي هي كان المكان نفسه انا هتذكره دلوقتي. هي كانت في بور فؤاد عامه، ممكن يكون المسمى اسم تاني. فلما رحنا هناك اساسا كان بقى بدأنا اللي هو انت حواليك قناة السويس وحواليك البحر المتوسط وحواليك شرق التفريعة الجديدة، وكان المكان لسه جديد بينا، فهو ده اللي خلاني حبيت البحر اكتر. حبيته جدا يعني. وبعد كده بقى الحمد لله رب العالمين لما اشتغلت، يعني ربنا يعني صادف من عنده والتوفيق من عند الله عز وجل ان الواحد يشتغل في اقوى 5 شركات في العالم يعني، فشاف بقى منظور البحر بناحية تانية خالص. كتير يعني بيقولوا انه خريج الأكاديمية في النقل البحري عنده صعوبة في العمل في الوقت الحالي. لا خالص. ليه؟ الناس ممكن تكون واخدة بالها، انا لسه اخويا يعني داخل المجال امس من قريب. يعني الباسبور الاسود نفسه في حد ذاته بقى فيه صعوبة ان هم يحصلوا عليه وان هم يشتغلوا، يعني هي البدايات دايما صعبة، وعلى فكرة الموضوع ما بينتهيش عند البدايات برضو، ممكن بعدها. انا بعد ما اشتغلت سنتين قعدت مرة سنة في البيت يعني. سنة في البيت بس كان ان انا كنت عايز اكمل في شركة كبيرة يعني وحاجة مني، بس برضو ممكن تكون الظروف كده. بس الظروف اللي حاصلة دلوقتي والسوق البحري او التسويق عامة البحري طالب المصريين بطريقة عالية جدا، لان مع الحروب اللي حصلت بتاعت اوكرانيا وروسيا خلت البحارة المصريين في الصفوة دلوقتي، وعليهم طلب كبير جدا خصوصا في مجال يعني اسمه الاوفشور. ده بقى فيه كتير جدا يعني. وكان في شركات عالميه ما بتاخدناش خالص، بدات لا فعلا تعمل علينا سبوت كبير جدا. طب ليه؟ لا الوضع دلوقتي احسن كان ايه السبب؟ انا كنت بسميها يعني، عملت فيها بحث قريب يعني ونزلته حتى على اليوتيوب. كان التوقيت غلط، التسويق كمان كان غلط. كان في فتره من الفترات كده احنا مش مذاكرين السوق قوي، فدخلت جنسيات تانية والملاك بتوع السفن ما كانش يعني. لان في فتره انا عامل بحث عنها وهنزل عنها فيديو قريب يعني، هي فكره ان البحر اصلا كان مصري يعني في بداياته خالص، ايام الشركه المصريه والشركات اللي كانت موجوده دي. فالبحر مصري يعني. فكنا احنا مالكين البحر بطريقه غير عاديه. حصلت بقى ظروف كتيره جدا بقى، تدهور ممكن منها الناحيه التعليميه، تدهور بقى الطلبه اللي كانت بتدخل في التوقيت ده، ولا الاعداد. ما هو برضه الاعداد انت ممكن تكتر اعداد زي ما انت عايز يعني. انا رحت درست في الفلبين مثلا، الاعداد لا تحصى ولا تعد في التخصص. في اي تخصص بحري ممكن يصلوا، هم مطلعين اخر تقرير اللي بيحملوا جواز بحري فوق 700,000 ضابط ومهندس وبحاره وطباخين وحاجات من دي. انت ممكن تكتر، بس اهم حاجه انك تكون عارف تسويق بحري، عارف انت هتارجت وتوصل لمكان معين عند الشركات. طب الشركات بتتعامل معاكم؟ انت بتقولي انا بعد قعدت سنتين، بعدين قعدت سنه في البيت، سنتين وسنه. هل التعاقدات بتكون مش التعاقد معاكم مؤقت ولا الدنيا بتمشي؟ احنا المتعارف عليه ان احنا بيبقى بالعقد، بس لو انت انسان كويس بتبقى خلاص مرتبط بشركه معينه بتفضل مكمل معاها الفتره يعني. طول ما فيش حاجه مشاكل انت عملتها، لا مشاكل علميه ولا مشاكل انضباطيه ولا مشاكل مع الشركه نفسها، خلاص انت مكمل ان شاء الله لفتره طويله. ممكن توصل اجازات ازاي ابطال؟ بتختلف من كل واحد بيشتغل فين. انت يعني كل نوع المركب، نوع الشركه. كظابط ثالث؟ لا ده انا دلوقتي لا كظابط ثالث. لا احنا الضباط كلها بتبقى بتتقسم حاجتين، حاجه اسمها المانجمنت اللي هو قسم الاداره، والقسم الاوبريشنال اللي هم ضباط التشغيل العمليات. دول الاثنين اللي تحت اللي هو الضابط الثاني والضابط الثالث ممكن يوصلوا في مراكب مثلا في شركات معينه بياخدوا 4 شهور راحه مثلا، لانه بيقعدوا عقود طويله شويه، ممكن تعدي 7-8 شهور شويه، لان هم لسه في بداياتهم ولسه شباب صغير. في البحر 7 شهور ده ممكن توصل اكتر كمان في البحر. ده ايه ده يعني؟ من مكان لمكان ولا بتقدر تتنقل كتير يعني. هو حسب نوع المركب. انت ممكن في نوع مركب اللي هو زي الحاويات والحاجات من دي ما تقدرش تقعد اصلا، لو كملت 3 شهور بالكتير او 4 شهور يعني تبقى انت جامد قوي يعني. وفي مراكب شركات زي مثلا الاوفشور والمجال ده البترول والخدمات البتروليه، ده بيبقى العقود فيه قليله لان الضغوط بتاعت الشغل كتير قوي. مراكب الحاويات مثلا على سبيل المثال، انا مش شغال حاويات، انا شغال حاجه اسمها بالك كارير صب عامه يعني. احنا بنقعد في المواني كتير، بتبقى الرحلات طويله، فده بيدينا وقت للراحه شويه، بيدينا اعاده التفكير. لكن في مراكب زي الحاويات مثلا لا، ده ممكن تصل ساعات يعني، خارج من مصر رايح لبنان مفيش 4-5 ساعات وهتخلص بسرعه في 4 ساعات فبتطلع، فده كله ضغط عليك، لا في راحه ولا في وقت ولا في شغل. فبالكتير بتنزل 3 شهور وتنزل 3 شهرين في البيت وتطلع تاني وهكذا يعني.
يعني ايه رايح وراجع؟ طب هو رايح وراجع لو في نفس المدينه، ايه المشكله لو نزل بيته؟ هي الحاولات عامه بتبقى حاجه اسمها اللاينر، يعني خطوط كده. يعني ممكن تاخد خط مثلا من اوروبا لحد ما تروح اسيا، فبتعدي على 18 مينا مثلا وتقف بقى وترجع تاني. هو بيبقى خط كده ثابت مثلا من روتردام مثلا لحد الصين. في قد ايه؟ حوالي دي سريعه. المراكب دي دايما بتبقى سريعه لان الوقت عندها مهم جدا. طبعا عشان السلع يعني السلع والحاويات هي كل المراكب عندنا، علم الملاحه عندنا دايما بيبقى الاساس فيه انك توصل بسلام وتوصل بسرعه. ده في الاوبن سي والمراكب اللي هي اخيرا بتقول لكل الملاحين في يوم الملاحه العالميه. والله انا يعني بتمنى لكل الناس التوفيق يعني، وان شاء الله ربنا يكرمنا. الخريجين دايما الالتزام ذاكر، يعني افضل ذاكر لحد اخر لحظه، ما تفقدش الامل، ان شاء الله هيجي لك فرصه. لسه بتذاكر؟ انا قبل ما اجي لحضرتك نورتني والله، نورتني وشرفتني وسعيده جدا باللقاء. ان شاء الله باذنك يا رب تتكرر دايما على طول. الله ان شاء الله. شكرا. كده وصلنا لحسن الختام، وحسن الختام دائما بالامل نبدا وعلى الامل نلتقي في العاصمه.